أهلا وسهلا. هذه الأيام هي أفضل أيام تعيشها الرياضة العراقية بتاريخها، وذلك بسبب تولي شخصيات مهمة لعدة مناصب رئيسية، بداية مع الكابتن القدير عدنان درجال ورئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم، ووزارة الشباب والرياضة برئاسة الأستاذ أحمد المبرقع، ورئيس اللجنة الأولمبية الأستاذ عقيل مفتن. وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية نجحوا بإقامة بطولة غرب آسيا للألعاب الأولمبية في البصرة. هذه البطولة لاقت ترحيب كبير من الأوساط الرياضية العراقية والعربية، واتحاد كرة القدم برئاسة الكابتن عدنان درجال نجح نجاح باهر. لكن للأسف ما يعيق استمرار هذه الأيام الجميلة التي تمر بها الكرة العراقية هم بعض المحسوبين على الإعلام العراقي. فالمنتخب الوطني